السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة عمل البفتيك بطريقة مختلفة. عندنا نص كيلو بفتيك. كان معايا بصلتين متوسطين. حطيتهم في الخلاط بتاعنا وضربتهم عشان تتطحن طحن ناعم. حابة تبشريها او حابة تقطعيها براحتك، بس انا بفضل طريقة الخلاط عشان تطلع لي ناعمة خالص. ده النص كيلو، ودي البصلاية اللي انا طحنتها في الخلاط او الكبة، ممكن تطحنيها برضو في الكبة. عندنا فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، ملح. عندي ده الملح بتاعنا، اظبطي الملح اهم حاجة. عندي نص كوباية من الخل، ونص كوباية من الليمون. الخل والليمون عشان يساعد على التسوية بتاعتها ويديها المزازة الجميلة اللي احنا بنحسها في بالبفتيك. هبتدي اقلب تقليب كويس جدا واسيبها متبلة فيها. ممكن اعملها قبلها بيوم، ممكن اعملها في نفس اليوم قبلها بساعة او ساعتين حسب وقتك. مجهزة 3 طباق. الطبق الاول فيه دقيق، والطبق التاني فيه بيض، بيضتين، وكوباية من اللبن، وعليهم شوية من الفلفل الاسود، وحاجة بسيطة خالص ملح، لان انا كده كده حاطة في البفتيك الملح بتاعه مظبوط. والطبق التالت عندي فيه الفيجيتار. بحط في الدقيق، وبعد كده بحط في البيض ابو لبن، وتالت مرحلة بحطها في الفيجيتار. وابتدي اتبل التتبيلة دي، واغطي كل انحاء قطعة اللحمة بتاعتنا، واضغط عليها ضغط كويس عشان ما تفكش منك. اهم حاجة الضغطة بتاعتها عشان ما تفكش. زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، اضغطي عليها كده وطبطبي عليها كده كويس قوي. ودي شكلها، دي قطعة اهي. هعمل لكم قطعة تانية عشان برضو ايه، تشوفوا الطريقة. بتبلها هي في الدقيق، وبعد كده هحطها في البيض واللبن. المهم اداري كده على اللحمة خالص بالدقيق، وهنزل في البيض واللبن، وبعد كده هحط في الفيجيتار بتاعنا. دي المرحلة الأخيرة. أنا بفضل إن أنا أتبلها قبلها بيوم، وبحطها في التلاجة على رف التلاجة عشان تكتسب من الطعم الجميل وتستوي معاكي كويس قوي. دي القطعة التانية اهي. هكمل باقي الكمية برضو براحتنا خالص. ودي بعد ما أنا خلصت الكمية كلها الزيت، وهبتدي انزل بقطع البفتيك بتاعتنا. بس الخطوة اللي انا عملتها، حطيتهم بعد ما انا جهزت البفتيك، حطيته في الفريزر شوية، سيبته شوية كده في الفريزر عشان يجمد معايا. وهبتدي انزل في الزيت السخن بتاعنا، واطلع قطعة قطعة كده بالشكل ده، وايدك طبعا فيها على طول. وده الشكل النهائي للبفتيك. ما فيش حد بيختلف عليه، كلنا بنحبه طبعا. وحطيت شوية جرجير كده. عندك كابوتشا، عايزة تعملي سندوتشات، عايزة تعملي جنب مكرونة، براحتك خالص. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك.